عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده يا جماعة الفيديو بتاعنا واحدة حبيبتي كده بعتت لي رسالة على الموبايل، بتقول لي ان هي ام ل3 اولاد. ام ل3 اولاد دايما بتروح في بيت العيلة، كل يوم بتروح عند حماتها وبتاخد اولادها معاها. طبعا بتلاقي اخت جوزها وحماتها وسلفتها كلهم بيبقوا موجودين في بيت العيلة عند حماتها، بيجتمعوا كل يوم. فهي لما بتروح اهل جوزها بيعاملوا ولادها باسلوب وحش جدا، هي مش عارفه تتعامل معاهم ازاي. فهي بتقول لي انا اعمل ايه في الاسلوب اللي هم بيتعاملوا بيه مع اولادي، ومن ناحيه تانية بيعاملوا بقيه الاولاد بطريقه كويسه جدا. فهي دلوقتي مش عارفه اشمعنى ولادها اللي بتتعامل بالاسلوب الوحش ده. طيب انا هقول لك، بس الاول صلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه، انا كأم وعندي اولاد بروح عند جدتهم، اول حاجه لازم اكون بعلم ولادي صح. بعلم ولادي صح ان هم ما يعملوش مشاكل، ده اول حاجه خالص اللي بجيب لك من طرف الخيط، ان الموضوع يبقى من عندي انا من البيت. اعلم اولادي ان هم ما يكونوش سبب في اي مشكله عند ستهم وعمتهم مرات عمهم. ولادي ما يعملوش اي مشاكل. طبعا هم اولاد ولازم يعملوا مشاكل، بس هنا المشاكل بتختلف. يعني طبعا ما ينكشوش في اي حاجه زياده عن اللزوم، ما يتدخلوش في الكلام زياده عن اللزوم، ما يتنططوش، ما يعملوش شقاوه، لان عارفين طبعا ان هم رايحين بيت تاني غير بيتهم. انا لازم قبل ما انزل اكون معلمه ولادي الف ب تربيه. طب انا ولادي اللهم لك الحمد متربيين وبيروحوا، بس اهل جوزي بيشكلوهم على اي حاجه، يبقى ده الموقف بتاعي بقى. انا هنا عملت اللي عليا وربيت ولادي تربيه كويسه، وبروح بيهم عند جدتهم كل يوم او كل فتره. يبقى هنا الموقف بتاعي انا. الموقف بتاعي انا بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما اسمحش ان حد يعامل اولادي بطريقه مش كويسه. طب انا اتخانق معاهم؟ انا ضعيفه، بخاف منهم، مش بعرف اتخانق معاهم. ما اتخانقش، اتكلم معاهم. يعني مثلا اجي لعمتهم ولا لو سمحت ما بيني وما بينها، انت اشمعنى ابني اللي بتعامليه بالطريقه دي؟ ليه ابني بيتعامل بالاسلوب ده؟ انا ما بحبش ابني يتعامل بالطريقه دي. وابدا ان انا اتكلم معاه هي الاول قبل ما ياخد اي اجراء، وابدا اتكلم مع جدتهم واقول لها انا مش بحب انك تضربي اولادي، او بحب ان تشتمي اولادي وتهينيهم. طب ما هي جدتهم المفروض ان هي تضربهم، بس انت حضرتك انت بتحرجيهم، انا بشوف ان ولادي بس هم اللي بيتعاملوا المعامله السيئه دي. ابدا ان انا اتكلم معاها، وابدا ان انا اتكلم مع اي حد بيهين اولادي. طب افرض هم ما استجابوش للكلام، يبقى انا هنا اخد موقف، ما اروحش. طب لا، انا جوزي بيحكم عليا وبيحلف عليا ان انا لازم اروح، يبقى انا لما اروح اخلي ولادي ان هم مثلا على قد ما يقدر يجتنبوهم. طب ازاي يا معاطف انت عايزه ان الاولاد يجتنبوا جدتهم او يجتنبوا ستهم ويجتنبوا عمتهم؟ هم بيهنوهم وبيضربوهم. يبقى انا هنا انا لازم اخد موقف، يبقى انا هنا لازم الجا لباباهم. انا لازم هنا اقعد واتكلم مع باباهم واقول له بيحصل كده 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 في اولادك. يبقى انا لازم انا وباباهم نتكلم معاهم واقول لهم لو سمحت انا ما بحبش اولادي يتهانوا، حتى لو ولادي عملوا مشكله، او لو انتوا شايفين من وجهه نظركم بالعربي كده انا ولادي قلالات ادب، لا ارجعوا لابوهم وقولوا له، ارجعوا لامهم وقولوا لها، انما بلاش انتوا تهنوهم، بلاش تضربوهم. انا كده مش هعرف ان انا اربي اولادي ازاي، وانتوا دايما حاطين عليهم كده وقالين منهم. فعايزه اقول لك ان كل حاجه بايدك انت اللي هتقدري تعملي لاولادك شخصيه، وانت اللي تقدري تعملي لاولادك كيان وسطهم. شوفي الاهالي التانيه بتخلي اولادها يتعاملوا حلو ازاي، وشوفي انت تلاقيكي دايما بتقللي منهم. وعايزه اقول لك نقطه مهمه، ودي اهم نقطه، بلاش دايما تشتكي لاولادك قدامهم. بلاش مثلا تروحي لعمتهم وتفضلي تقولي له ده عيل قليل الادب، ده انا ابني ده ما بيسمعش الكلام، ده انا بنتي دي مش متربيه، يا خرابي دي مجنناني، دي مكركبالي البيت. طب منين انت بتشتمي عليهم، ومنين انت بتتكلمي عليهم، ومنين هم عايزاهم يحترموهم؟ فلازم انت تحترمي ولادك كويس. ما ينفعش تلطشي لاولادك قدامهم، ما ينفعش تفضلي تضربيهم، ما ينفعش تهينيهم. لو جابوا مجموع وحش ما ينفعش تيجي تقولي قصادهم. طلعي دايما اولادك بصوره كويسه، ولما تروحي كل مره
افضلي مرني ولادك في البيت على انهم ازاي يرفعوا من روحك ويرفعوا راسك قدام اهل جوزك، علشان الموضوع كله معاكي انت. فكري وشوفي حواليكي بيحصل ايه مع اولاد غيرك او ولاد سلفتك او ولاد اخت جوزك، شوفي حواليكي بيتعاملوا ازاي، وحاولي على قد ما تقدري اولادك يتعاملوا كده. ولو لقيتي ان مفيش فايده، رايي انك لازم تتجنبيهم، تقعدي مع جوزك وتقولي له انا مش هينفع اروح هناك تاني لان ولادي دايما بيتهانوا. فالموضوع كله في ايديكي، ولو انت ما حافظتيش على كرامه ولادك، اولادك عمرهم ما يعرفوا يحافظوا على كرامتهم، وانت كده هتحطي في نفسهم، هيفضلوا دايما حاسين بضعف ودايما حاسين ان امهم قليله، ولو شافوا امهم قليله هيشوفوا نفسهم هم كمان قليلين، فازاي هم هيتعلموا يبقى عندهم عزه نفس؟ فالموضوع في ايديكي انت يا حبيبتي، انت اللي تقدري بكل ذوق وبكل ادب. ومعنى اني بقول لك ما تقولي لجدتهم ان هي ما تضربهمش، قولي لها انا اصلا مش بحب اضربهم، فانت برضو جدتهم وليكي الحق عليهم زي باباهم وزي بالظبط، بس بلاش الاهانه. فالموضوع كله بايدك وبطريقه كويسه من غير ما تزعلي حد تقدري تعملي كل حاجه. عايزه اقول لك ان الست بايديها تمشي الدنيا بدماغها وبعقلها، تفكر في الكلام قبل ما تقول، فكري في معامله عيالك قبل ما تروحي، ركزي شوفي انت عايزه تتعاملي ازاي وتعاملي اولادك ازاي، وانت اللي بايديكي تحطي المعامله دي. يا رب قدرت اكون اوصل لك المعلومه. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.